السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفوصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بانكيك بالتفاح، كيجيو رائعين وغزالين بزاف في المذاق، كيجيو هائلين. بقاو معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. وكيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي المقادير. درت 2 ديال البيضات، كاس ديال الحليب، نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، خماره خاصه بالحلويات وحده فقط، وفانيل التنسيم اولا الحامض، وقبيصه ديال الملحه وشويه ديال الخل. هنايا الدقيق الخاص بالحلويات تقريبا 2 كؤوس. هنايا غادي تضيف 2 بيضات هما الوالا، وغادي تضيف عليهم داك نص كاس ديال السكر سنيده. غادي تطربهم مزيان بالطراب الكهربائي. اللي ما متوفرش عنده كيف العاده الطراب الكهربائي ممكن ديروا الطراب اليدوي، ما كاين حتى شي مشكل. من بعد غادي تضيف نص كاس ديال الزيت، غادي تطرب مزيان، وغادي تزيد عليهم فانيل تنسيم. الغسالات ديالي كيف العاده ممكن ديروا الحامض. هنايا دارت كاس ديال الحليب عامر، قبيصه ديال الملحه وشويه ديال الخل. غادي تحرك الكل مزيان عاد باش غادي تضيف الدقيق شويه بشويه. وكيف ما قلت لكم الدقيق البنات الخاص بالحلويات. وهنايا زاد ساشي ديال الخميره وحده فقط. البنات القوام ديال العجين ديالنا ما كيجيش ثقيل بزاف وما كيجيش خفيف، يعني بين وبين. راه غادي تشوفوا كيفاش جاي هذا القوام هذا ديال هاد لي بانكيك. هانتوما الغزالات ديالي، القوام ديال العجين كيفاش كيجي. ما غاديش نخليوه يختمر نهائيا، غادي ندوزو نيشان نطيبوه، ما تحتاجوش انكم تختمروه. صافي البنات، غادي ناخذوا هنايا التفاح، غادي نقطعوه بهذه الطريقه، والزبده باش ندهنوا المقلاه ديالنا، وسكر سنيده. هنايا البنات استعملنا هاد المقلاه هذه، ممكن ديروا المقلاه عاديه. من بعد ما دهنات المقلاه بالزبده، غادي تضيف شويه ديال سنيده من التحت، وغادي تضيف عليه دوك الدواور ديال التفاح، كيجي في المنظر زوين البنات. وعاد غادي دير هاد لي بانكيك ديالنا اولا العجينه ديالنا كيف ما كتشوفوا في الفيديو، راه شرح راسو براسو مزيان. صافي البنات، من بعد ما طابوا لنا من الجهه الاولى، غادي نحاولوا باش نقلبوهم باش يطيبوا لنا من الجهه الثانيه. صافي البنات، غادي تمسحوا المقلاه ديالكم لان كتبقى ديك السنيده لاصقه في الجوانب راكم شفتوا. ونعاودوا نفس الطريقه اللي درنا في المره الاولى. غادي ندهنوا بالزبده شويه ديال السنيده التفاح، عاد غادي نديروا العجين ديالنا من الفوق. صافي البنات، وتخليوهم يطيبوا من الجوانب بزوج. وها هو لي بانكيك ديالنا واجد. هنايا زيناه فقط بصوص كراميل. الا عندكم لوز ايفيلي، مهم التزيين كيف العاده كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. صدقوني البنات، نتمنى من كل قلبي تجربوا هاد الوصفه، كتجي خطيره وكتجي رائعه في المذاق، كتجي فيها واحد النكهه ديال التفاح زوينه بزاف. حتى لهنايا الغزالات ديالي وصلنا لنهايه الفيديو. كيف العاده خليتكم على خير، تهلاو ليا فراسكم، كنبغيكم بزاف بزاف. تهلا فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.